حكاية شيرة أوجينا. بيبدأ من باب 8 وده الجزء التاني. احنا قلنا قبل كده تمثال الملكة فيكتوريا ما عادش موجود، والشيرة النظام بتاعه سواء الدهان على البوست فرانسيز أو الوسط الفرنساوي بترفع الراية البيضاء وبتطلب الاستفاسة. الشارع كان رايح جاي وكان في عسكري مرور وكان في إشارة وكان في موقف تاكسيات. كل ده ما عادش موجود. السينما برضو ما عادش موجودة. البيت الحديدي اتهد وطلع مكانه أبراج وما عادش موجود. سانت ماري دي موجودة. تقاطع أوجينا والبازار. هو اسمه بازار عباس، أنا كنت فاكراه عباس حلمي التاني، لكن هو مقصود بيه عباس فاندر، اللي هو ليه جامع فاندر في شارع عبادي. آه، تصحيح للنقطة التانية. فيلا أوجوني، في فرق بين أوجوني وأوجينا. أوجوني دي ملكة فرنسا، لكن أوجينا دي سانتا أوجينا القديسة اللي ليها الكنيسة في أول الشارع. طيب معلومة تانية. جامع فاروق الأول أو الأمير فاروق ليه نسخة موجودة في بور فؤاد، ونسخة تانية في بورسعيد اللي هو جامع الرحمة. تم التجديد وكان أخذ الشكل الأندلسي. جامع بور فؤاد حافظ على الشكل الأندلسي، لكن جامع الرحمة لم يحافظ على إن شكل المعماري اللي بدأ بيه الشكل الأولاني. الوصفية اتهدت واتبنى مكانها المدرسة. التوفيق اتهد واتبنى مكانه الجامع الجديد. بيت الأمة اتهد واتبنى مكانه عمارات، والاسم تم تجديده بالشكل اللي احنا شايفينه. بقى كده خلص الكلام.